بونجور ميز امي، جيسبر راكم بخير. اليوم جبت لكم واحد لا غوسيت تاع سفيريه على اصولها. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تفهموا مليح لا غوسيت. في قدره راح نحطوا شويه زبده وشويه تاع الزيت ونزيدوا لي مورسو تاع الدجاج ونخلوهم يتقلاو تري بيان. السفيريه معروفه ناس زمان يديروها بالدجاج، والوصفه بزاف سهله كما يقولوا عليها سلاكه الحاصلين. بعد ما تقلالي من تحت راح نزيدو نقلبوه باش يتقلالي من الجهه الاخرى. بعد ما تغلى مليح الدجاجة راح نزيدو البصل المقطع ولا بصل عشي كيما راكم حابين، ونزيدوه فص تاع الثوم ونقلو مليح البصل هذاك مع الدجاج، ونزيدو له شويه فلفل كحل وشويه قرفه. كيما راكم تشوفوا رانا نديرو شطحه دجاج الجزائريه برقه بيضاء بالحمص غنيه عن التعريف. وراح نزيدو شويه تاع الملح، ما ديروش بزاف الملح، ديروا على حسب لا كونتيتي تاع الدجاج تاعكم. وكيما قلت لكم نزيدو نخلوهم يتقلاو مليح. وما تنساوش اذا عجبتكم لا غوسيت ديروا جيم وتابونيو وتبارطاجيو فضلا وليس امرا. واذا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم ولا كومونتيو ومدوا لي رايكم على لا غوسيت اذا عجبتكم ولا لا. بعد ما تقلاو لي مليح البصل والدجاج راح نمرقو بشويه تاع الماء، ما تمرقوش بزاف حتى يتغطى كاع الدجاج باش تجيكم لاصوص مجمره تري بيان. ونضغطوا عليها ونخلوها طيب حوالي 20 دقيقه حتى تلقاو الدجاج تاعكم طاب ولاصوص تاعكم عقدت مليح. وكما راكم تشوفوا هنايا جبت الخبز البايت راح نزيدوا له شويه تاع الحليب، راح نشمخوه غير بشويه حتى يولي الخبز تاعكم طري. وكما راكم تشوفوا معايا ما نقعدوش نعجنوا، راح نجمعوا غير بصبعتينا هكذا ما تجيناش السفيريه تاعنا معجنه. شوفوا كيفاش الخبز تاعنا ولا طري. بعد ما الخبز تاعنا ولا طري واش راح نزيدوا له؟ راح نزيدوا له شويه بصل مقطع ولا اشي وشويه معدنوس، ولا تقدروا ديروا حشاوش اللي تحبوها، ونزيدوا مغرف ولا زوج مغارف تاع الفرomاج على حسب لا كونتيتي اللي ديروها تاع الخبز، وبيضه كما قلت لكم على حسب تاني لا كونتيتي تاع الخبز اللي درتوها. تتلقاو الخليط تجمع لنا كيما هكذا، ولازم يكون هكا طري يتلاصق. بعد ما جمعنا مليح الخبز تاعنا الخليط هذا تاع السفيريه راح نزيدو شويه فلفل الكحل وشويه تاع القرفه. كيما على بالكم السفيريه تحب بزاف القرفه. وتقدروا تاني تزيدوا لها شويه مزهر باش زعما تنحي لها الريحه تاع الخبز، بصح انا ما نحبش المزهر سي بوغ سا ما درت لهاش. بعد ما طاب لي الدجاج ولاصوص تاعي عقدت راح نحيها من النار. ودوكا شوفوا السفيريه تاعي بعد ما خليتها ريحت هكاكاش 10 دقائق شدت روحها شويه، زدت لها مغرف تاع لا شابليغ، مغرف كبيره، ونخلطوها وهكاك يقعد القوام يتلاصق شويه. يعني تقدروا تفورميوها هكا على شكل دائري عادي هكذا، ونخلوها تتقلى على نار فوق المتوسطه. كما شفتوا راهي تتلاصق وراني ندور فيها هكذا تجيكم طريه وما تجيكمش كاع ناشفه من الداخل. هكذا بعد ما تقلات لي من التحت نقلبوها وتزيدوا تتقلى من الجهه الاخرى. كما شفتوا لا غوسيت بزاف سهله، سيوها وعلى بالي بلي راح تعجبكم وراح تنجح لكم لا غوسيت. شوفوا السفيريه تاعنا بعد ما طابت وراح نقطعها قدامكم وتشوفوها كيف جات ولا اروع. جربوها على بالي راح تعجبكم. وهذه هي السفيريه هكذا تقدم. نحطو الشطحه تاعنا في طبق ونديرو تورتور السفيريه تاعنا، وتقدروا ديروا شويه لاصوص فوق السفيريه اذا تحبوها تجي طريه، انا نحبها هكذا. ونزيدو نزينوها بشويه معدنوس. وهذه هي جايه طيبه، ونخليكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.